السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. فكيف كتشوفوا معايا اليوم فيديو جديد غادي نحضر معكم هاد الكريسات أو بريوش أو خبيزات، يعني كل واحد كيفاش كيسميهم. مذاق رائع، حضرتهم هنايا بالزرار والياغورت، كيجيو هائلين في المذاق، شي حاجة اللي طوب طوب طوب، فكيجيو محمرين ورائعين كيف كتلاحظوا معايا. فنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم وتجربوهم ويعجبكم يا ربي. فما تنساونيش بلايك للفيديو فضلا وليس امرا. فما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. فعندي هنايا غنحتاج بيضه وحده، 100 مليلتر من الحليب، عندي 90 غرام ديال السكر سنيده، 90 مليلتر من الزيت نباتيه، واحد ساشي ديال الفاني بوزن 8 غرام، معلقه كبيره ديال الخميره الخبز يعني الخميره حبيبات، ومعلقه صغيره من الخميره الكيميائيه. ياغورت اللي يكون طبيعي، ضروري يكون طبيعي. ملعقه كبيره كل من الزنجلان والنافع اللي هو اليانسون اللي منقيين بطبيعه الحال. وغنحتاج 500 غرام من الدقيق نوعيه جيده، يعني دقيق خاص بحلويات. فبالنسبه للحليب ضروري غادي ندفيه. من بعد غادي ناخذ البول ديال العجانه وغادي نوضع فيه هذاك الحليب، ممكن تعجنوا بيديكم من نفس النتيجه. غادي نضيف الخميره حبيبات، كنأكد معلقه كبيره عامره، وكيبقى على حسب الجو. غادي نضيف عليهم هنايا السكر سنيده وغنخلط على هذا الشكل هذا. ضروري كنخلط في الاول ديك الخميره مع سنيده والحليب على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنبدا نضيف في باقي المكونات اللي هما الزيت. غادي نضيف البيضه. بالنسبه للبيضه حجم صغير، الا كانت كبيره فديروا غير البيض البيض، والصفر خليه يدهنوا به الخبيزات من بعد اولا البريوش. صافي كنضيف هنايا داك الياغورت طبيعي ضروري، وكنضيف دوك الزراري اللي هما النافع وزنجلان. كنضيف الفاني، ساشي ديال الفاني، والخميره الكيميائيه بوزن 8 غرام، يعني معلقه صغيره ديال الخميره كيميائيه او خميره حلويات. صافي كنخلط هاد بطبيعه الحال الخميره كنغربلها لان كتكون محببه، فضروري كتغربلوها. وكذلك الدقيق حتى هو ضروري كيكون مغربل. صافي كنخلط دوك المكونات، من بعد ما كيتخلطوا ليا كنحيد داك الطراب اليدوي وكنبدا نضيف في الدقيق. غادي نضيف نصف الكميه وغادي نخلط الخليط عندي. فهنايا الا بغيتو تعجنوها بيديكم فراه نفس النتيجه. فدرتها في العجانه، وانما انا عاده كنعجنها غير بيدي. مهم صافي كنعجنها على هذا الشكل هذا، وانا كنضيف داك الدقيق حتى كنكمل 500 غرام كامله. وهنا كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق او الحجم ديال البيض، فمره كتهز 500 مره قل على حسب. المهم العجين كتكون على هذا الشكل هذا، يعني كتكون العجين رطبه وكيف كتشوفوا معايا هنايا في لا فيديو. صافي كنجمعها على هذا الشكل هذا بالمساعده ديال الزيت، كندهن شويه يدي بالزيت. كندهن داك البول بشويه ديال الزيت وكنوضع فيه العجين عندي وكنخليها تخمر لمده ديال ساعه، وكيبقى على حسب الجو. هنا كنغطيها ببابي سولفيريزي صافي، وكنخليها حتى كتختمر. بعد ما كتختمر هنا كناخذ لاطه الفرن، كندهنها بشويه ديال الزيت، ومن بعد كنوضع داك الورق بابي كويسون. هنايا كندهن لاطه باش داك الورق ما يبقاش يعني كيثبت ليا على اللاطه. صافي كناخذ العجين بعد ما اختمرت ليا، كنخرج منها داك الهواء وكنبدا نديرها كويرات. بالنسبه للحجم ديال الكويرات نتوما واللي بغيتو، يعني انا درتهم شويه كبار، خرجت ليا 5 ديال البريوش اولا 5 ديال الخبيزات اولا 5 ديال الكريسات. المهم كنديرها هنا على هذا الحجم هذا، وممكن نتوما تعبروهم فكيبقى لكم الاختيار. فكنكمل هنا العجين عندي كامله كيف قلت لكم، كندير 5 ديال الكريسات.
فبعد ما كنكمل كناخد اللاطه وكنوضع فيها دوك الخبيزات عندي على هذا الشكل. وضروري كنخلي واحد المسافه ما بين وحده وحده لان كيزيدوا يخمروا. وهنا غادي نقرصهم. قبل ما نقرصهم فغادي ناخد هنايا الصفر ديال البيض اولا بيضه كامله. هنا درت بيضه كامله مع القليل من القهوه سريعه الذوبان وشويه ديال الحليب. يعني خديت ديك القهوه سريعه الذوبان ودوبتها بداك شويه يعني القليل من الحليب، يعني تقريبا معلقه صغيره. دوبتها فيه مزيان وخلطتها مع ديك البيضه كامله. صافي هنايا كنقرصهم على هذا الشكل هذا. ومن بعد كناخد داك البيض وكندهنهم بالشيته. صافي كندهنهم مزيان من الجناب ومن الفوق، يعني كندهنهم مزيان بداك الخليطه ديال البيض. وكنرش عليهم زنجلان اولا ممكن ديروا اي حاجه، البافو زنجلان اللي كان عندكم، فانتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي بعد ما كندهنهم على هذا الشكل هذا كنعاود ناخد داك البانسو داك الشيته والبيض وكنعاود ندهنهم دهنه خفيفه من الفوق هكا باش كيتبت داك الزنجلان بعد ما كطيب ما كيبقاش يتفرتت. فكتعرفوا بعد ما كندخلوها الفران وكذا فداك الزنجلان كيبدا يطير من فوق البريوش هكا. بهذه الطريقه هذه كيتبت ومن بعد الطياب ما كيطيح ما والو. بعد ما كيخمروا ليا ضروري كنخليهم واحد ساعه او على حسب الجو. صافي كنخليهم حتى كيخمروا على هذا الشكل هذا. وكنسخن الفرن على 180 درجه، يعني كيكون سخون مزيان مزيان. بعد ما كيسخن ليا كنشعل عليهم غير من التحت وكنطفي الفوق، يعني غير كيبانوا ليا بداو كيتحمروا. صافي ما كياخذوش الوقت بزاف كاع. كيبداو كيتحمروا من التحت كنشعل عليهم من الفوق صافي وكنخليهم حتى كيكملوا الطياب وكنخرجهم. بالنسبه للفرن ديال الغاز راه نفس الطريقه. صافي هنايا بعد ما خرجتهم كيف كتشوفوا معايا فكيجيو رائعين، كياخذوا هذا اللون زوين بزاف. والمذاق ما نعاودش لكم راه كيجيو زوينين طوب بزاف. فنتمنى تجربوهم. فكيجيو على هذا الشكل. هنايا كنغطيهم حتى كيبردوا، يعني هنا راه كانوا باقيين سخان. فشوفوا معايا النتيجه كيفاش داك اللون كيجيو فيهم داك اللون ذهبي زوين بزاف وداك الزنجلان ثابت، يعني ما كيطيح ما والو. وهنايا غادي نحاول نقطع معكم وحيده باش كتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. فكيجي خفيف بزاف، يعني واحد البريوشه واحد الخبيزات اللي كيجيو رائعين ما تشبعوش منهم. غادي تجربوهم وتشوفوا النتيجه ان شاء الله. فنتمنى ما تنساوناش بلايك البنات الفيديو. الله يجازيكم بالخير. لايك واشتراك بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا القناه اول مره وتفعيل الجرس باش يوصلهم جديد القناه. فنتمنى تعجبكم وصفه اليوم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنسوناش بالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني وكتخليني يعني كتخليني نعطي اكثر واكثر. شكرا لكم على المتابعه. فكيف كتشوفوا معايا كيجي مفشفش من الداخل وكيجي رائع وكيذوب في الفم صراحه. غير جربوه وردوا لي في التعاليق. فما تنسوناش بلايك للفيديو فضلا وليس امرا. فنخليكم في راحه الله سبحانه وتعالى ونلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.